تفتكر يا صديقي الغالي ايه اعظم تكريم ممكن يحصل عليه الانسان؟ هل شارع باسمه، ولا تمثال، ولا وسام؟ خليني افاجئك واقول لك ان صاحب قصتنا النهارده اتسمى على اسمه كويكب في السماء. مش في السماء، في السماء، في المجرات عامه، بين الكواكب. اسم هيخلد التاريخ. لا هو في شارع طبعا، ولا هو في مبنى عظيم، ولكنه في المجره. وطبعا الكلام ده لا هو في فيلم خيال علمي ولا في افلام اصلا، ولكن الكلام ده حقيقة حدث بالفعل. مع بطل قصتنا اليوم، مع دكتورنا الغالي وعالمنا الكبير دكتور فاروق الباز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتكم المفضلة مدارك أونلاين. معكم أحمد ابن الخياط. ما تنساش المتابعة وطبعا اللايك الجميل والكومنت الرائع، ويلا بينا نكمل قصتنا النهارده. في سنة 2019 يا صديقي الغالي بنشوف تم إطلاق أو تم الإعلان رسميا عن كويكب باسم الباز. طب إيه قصته وإزاي الحوار ده حصل؟ وخليني اقول لك ان الاسم انه يطلق على كويكب ما تكونش بالسهوله اللي انت متوقعها، حيث ان في مكان او مجموعه اسمها الاتحاد الفلكي الدولي، وده لاي اكتشاف في الفضاء الخارجي هو اللي بيتم من قبله اطلاق الاسم على الكويكب اللي تم اكتشافه، او كوكب او ايا كان جرم سماوي تم اكتشافه. وطبعا هتقول لي طب اسم باز ازاي تم انتسابه لذلك الاسم؟ هقول لك يا صديقي الغالي، في فرقة من علماء الفلك اللي اشتغلوا طبعا مع دكتورنا فاروق الباز، ويتأثروا بأبحاثه العلمية وتقاريره العلمية الكبيرة. فطبعا تقديرا لجهوده المبذولة الكبيرة، قرروا ان هم يلقوا اسمه على كويكب من الكويكبات اللي تم اكتشافها في هذا الوقت. والكويكبات دي يا صديقي الغالي كانت الكويكبات زي نظام حزمة كويكبات كانت بين كوكب المريخ وكوكب المشتري. طب هو عمل ايه خياط عشان ينال تلك المكانة وينال تلك الاسم على كويكب هذا؟ خلينا نقول لك يا صديقي الغالي ان في برنامج ابولو اللي كان تبع وكالة ناسا، كان هو المسؤول عن تلك البرنامج وعن كيفية هبوطه وصعوده وتمركز المركبة الفضائية الخاصة بالبرنامج ده على سطح القمر. وخليني اقول لك يا صديقي الغالي كمان ان هو كان المسؤول عن تدريب رواد الفضاء عن كيفية الحصول على التكوينات الملزمة والتكوينات الجغرافية اللي هم عايزينها من سطح القمر للدراسة وللتصوير عندهم. طب ايه تاني يا خياط؟ خليني اقول لك يا صديقي الغالي ان طبعا هو قدم ابحاث كبيرة في مجال الاكتشاف او الاستكشاف عامة من الفضاء لسطح الارض، وساهم ايضا وطور في مجال الاستشعار عن بعد. فدي كلها اشياء تخلينا انها طبعا او تخلي العلماء طبعا علماء الفلك دول ان هم انتسبوا ذلك الاسم على الكويكب تخليدا وتذكرا باسمه حفظه الله. فتم اطلاق رسميا في 2019 زي ما قلت لك اسم الباز 7371 على اسم الكويكب من حزمة الكويكبات اللي كانت بين كوكب المريخ وكوكب المشتري. طب معلش يا خياط لو ما فيهاش سؤال، يعني هو مين دكتور فاروق الباز ده؟ هقول لك صلي على النبي وتعالى ما اقول لك يا قلب الخياط، صلي على النبي كده. ما تنساش طبعا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد، وتنساش طبعا لايكك الجميل. ويلا بينا نكمل. في يناير، وبالاخص في 2 يناير 1938 بينولد فاروق محمد الباز في قريه تابعه لمدينه الزقازيق محافظه الشرقيه. وخلينا نقول يا صديقي ان هو طبعا انتقل بعد كده لمحافظه دمياط، لأن والده كان بيدرس هناك في أحد المعاهد الأزهرية. هيتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في دمياط، اللي هيظهر طبعا نبوغه وفضوله الكبير نحو العلم والعلوم، وبالأخص زي مادة العلوم ومادة الرياضيات. هيظهر نبوغه الكبير وحبه للطبيعة وللعلم طبعا. أقول لك يا صديقي الغالي إن هو تم التحاقه بكلية العلوم جامعة عين شمس. طب لا يا خياط، هقول لك يا صديقي الغالي، هو طبعا من صغره كان محب، طبعا حب جدا جدا، كان بيحب الجراحة، ولكن طبعا المجموع بالمعنى الصريح عملها معاه، وما جابش المجموع اللي دخله كلية الطب البشري، فطبعا بيضطر ان هو يدخل كلية العلوم. وسبحان الله يا صديقي الغالي، ما تعلمش ولا تعرف الخير مستنيك فين ومنتظرك ايه قدام.
عشان نشوف يا صديقي الغالي، في سنة 1958 تخرجه من كلية العلوم بعد طبعا ما كان تخرج من قسم الجيولوجيا والكيمياء. هيتخرج منها معيد طبعا، وده أظهر نبوغه في الكلية، لأن كان شعاره دايما ادرس أولا، وده كان عاكس انطباعه وانضباطه في تلقيه العلم وحصوله على حصيلة علمية كبيرة. وطبعا صديقي الغالي زي ما قلت لك إن هو طبعا هيصبح معيد في كلية عين شمس كمعيد في قسم الجيولوجيا والكيمياء. طبعا في خلال ما هو معيد طبعا في الكلية هتجيله منحة دراسية للولايات المتحدة الأمريكية. هيسافر يا صديقي هناك وهيحصل على درجة الماجستير من كلية تسمى ميسيري للتعدين والتكنولوجيا، ومن خلالها طبعا هيرجع تاني على مصر لاستكمال دراساته وأبحاثه، وبعدها بشوية هتجيله منحة تانية لاستكمال دراسته في الدكتوراه. أقول لك يا صديقي الغالي إن هو طبعا بعد ما جات له منحة الدكتوراه اللي هيظهر فيها نبوغه الكبير، هيضطر ان هو يرجع مصر على امل كبير، على امل كبير ان هو يدرس في كليه او يدرس بمعنى صح يعني، ويكون في منصب استاذ مساعد. استاذ مساعد ده بيكون اعلى من المعيد شويه في الكليه. فطبعا هو جاي يا صديقي الغالي بعد رحله بحث دامت يعني سنين في الولايات المتحده الامريكيه او في فرنسا، في خلال ابحاثه في القواعد الجيولوجيه كان بيجمع صخور جيولوجيه للدراسه على وجه الطبيعه. فخليني اقول لك ان هو وهو جاي مصر كان معاه قيمه 4 طن صخور جيولوجيه وتكوينات جيولوجيه هيتم التدريس منها، عشان هو طبعا لما يدرس قسم الجيولوجيا طبعا يدرسه على حاجه انت شايفها بعينك. وده طبعا كان حلم من احلامه انه ينفذها في مصر، وده حلم طبعا كان يحلم بيه. فخليني لك ان اول ما رجع بينصدم وبيفاجئ برفضه من جميع الكليات. طب ليه كده يا خياط؟ هقول لك يا صديقي الغالي لسبب، لعدة اسباب، منها السبب الاولاني ان هو يعني سنه صغير شباب لسه، فقال لك التنفيذ ما ينفعش. والسبب الثاني وده الارجح ان ما كانش في مكان اصلا للتعيين، فجاله اقتراح من احد زملائه وبالاخص من كليه الوزاره والتعليم ان هو يشتغل كمدرس كيمياء في احد المعاهد في دمياط. فطبعا انت بتكلم واحد معاه دكتوراه في الجيولوجيا الاقتصاديه، وخليني اقول لك يا صديقي ان كان هو اول واحد يدرس جيولوجيا اقتصاديه في مصر تما، معاه دكتوراه فيها. فانت بتكلم واحد يعني خبير كبير في الجيولوجيا. فطبعا الكلام مش عاجبه. ضمن الاحداث ديت هو بيحكيها يعني في احد لقاءاته ان هو ذهب لاحد يعني مقابلات الوزير طبعا عشان يقابل وزير التربيه والتعليم. فبيقول لك في يوم، في التاني، في التالت، في شهر، في التاني، في التالت، ما بلاقيش اي رد نهائيا. ففي يوم هو مروح من تلك المحنه بتاعت الوزير يعني، فهيقابل واحد بيقرا في جريدة الأهرام فيها مقولة، يلاقي مقولة مكتوب فيها من قبل الرئيس جمال عبد الناصر: حبوا العمل واشتغلوا. يعني ملخص الجملة يعني إن كل واحد يشتغل في العمل اللي هو متخصص فيه. طبعا خليني أقول لك يا صديقي الغالي إن الرسالة ديت أو الورقة ديت بتيجي له كبشرة. تمام، كمل معايا للآخر بس. هيذهب يا صديقي بتلك الورقة إلى منصب أو إلى قصر اللي موجود فيه الرئيس، وبالفعل هو عارفه وراح هناك. طبعا يوم، في التاني، في التالت، نفس ال3 شهور طبعا بتوع الوزير قعدهم عند الرئيس. فما بيلاقيش اي رد غير انه قدام الامر الواقع ان هو يستلم من الوظيفه ديت وهو يدرس في احد المعاهد ديت اللي هو يدرس استاذ كيمياء وخلاص. فطبعا هيقابل زميله، بيقول ان هو هيقابل زميله على السلم في نفس المدرسه ديت او في نفس المعهد ده. فهيقول له انت كده هتضيع نفسك وبتاع، يعني كمية احباط بس لصالحه يعني. فهياخد ورقه ويخلع بسرعة. يخلع اروح على فين؟ يعني انا اسف على اسف يخلع دي، لكنه بمعنى صحيح هيخلع من الحوار ده، لانه طبعا هيضيع مستقبله وهيضيع تعليمه اللي راح سنين دكتوراه في الجيولوجيا الاقتصادية ومعاه ماجستير وكان متخرج كمعيد واشتغل في كليته في كمناصب حلوة يعني. طبعا هو هيسافر على امريكا، بس قبل ما يسافر على امريكا هيواجه دروب في حياته كده. صديقي الغالي وفي الوقت ده كان بيعاني من نقص او من العطاله عامه ومن البطاله، يعني كان عاطل تماما عن اي شغل نهائي. فطبعا هو احد زملائه اللي كان معاه في الكليه طبعا هيشوف له شغلانه في شركه بترول يشتغل فيها كخبير جيولوجي، وطبعا هيحدث فيها طفره بعد 3 اسابيع بس من شغله في تلك الشركه. الشركة كانت بتنهار حرفيا في بحث والتنقيب عن البترول، هو هيكون المنقذ لتلك الشركة، عشان بعدها بكام سنة يسافر أمريكا تاني. هيسافر أمريكا طبعا بعد معاناة وبعد ما خد خبرة كبيرة في الصور التنقيدية في شركة البترول ديت،
ويعني دراسة الصور من خلال الأقمار الصناعية، فدي هتديله خبرة هتنفعه قدام زي ما هقول لك دلوقتي. أنا أقول لك يا صديقي الغالي إن في خلال ما هيذهب إلى أمريكا إن شاء الله مش هيلاقي الشغل ميسر زي ما أنت فاهم، لأ، هيقعد فترة لا تقل عن 6 أشهر عند حماته في أمريكا، اللي بالمناسبة إن زوجته أمريكية أصلا. فهيقعد طبعا هيحس نفسه إن هو عالة، هيشتغل يا خياط. خليني أقول لك إنه هيشتغل نقاش، أيوه، بتاع المحارة ده. هيشتغل نقاش لفترة من الزمن، بس هو خلال الفترة دي كان عنده يقين إنه هيلاقي شغل وشغل حلو كمان. هتقول لي يا صديقي طب هو يعني ليه يشتغل نقاش؟ حسش طبعا بكسرة رغم تعليمه العالي ده. في احد لقاءات يا صديقي غالي قال لك لا طبعا ما حسيتش بكسرة ولا حاجه، اصل ده شغل حلال، واهم حاجه الشغل يكون حلال، وطالما الفلوس حلال فخلاص انا ازعل من ايه؟ ولا يعني ما ازعل من الشغل اصلا. فطبعا نلقي له تحيه على ذلك الراي الجميل. زي ما قلت لك يا صديقي الغالي، في خلال فتره ما هو كان شغال في ناشئ في امريكا طبعا كان بيعمل جوابات لاحد الشركات، يعني كام شركه على كام، يعني كام حد كده من اصدقائه اللي هنا واصدقائه اللي هنا، يعني يشوفوا شغلانه. ويقال او هو اللي بيقول يعني عدد الجوابات دي وصلت ل 220. الجواب ال 221 يعني كان كاتبه برضا نفسه شويه. الجواب ده طبعا في الوقت ده وكاله ناسا الامريكيه كانت بتبحث عن خبراء جيولوجيين علشان بتجهز لبرنامج هيصير جدل بعد كده اسمه برنامج ابولو. فكانوا عايزين خبراء جيولوجيين عشان يدرسوا سطح القمر ويدرسوا كيفية الهبوط للمركبات وللرواد وكيفية التعايش على سطح القمر. طبعا هو هيلاقي فرصة زي ديت، فرصة كبيرة، فهيبعت الجواب بتاعه في وكالة ناسا. وكالة ناسا طبعا اللي هتكون دارسة وعارفة هو بيعمل ايه وشايفة اخر تطوراته في خلال ابحاثه العلمية وتقاريره العلمية الكبيرة، فهيطلبوه بعد ما ادى جوابه طبعا بعدة ايام، هيطلبوه لمقابلة شغل يعني. وبعدها ب3 ايام برضه بتجيله موافقة على المقابلة ديت وبيشتغل على طول في الوكالة بتاعت ناسا. خياط، هو ايه مشروع ابولو ده اصلا وبيعمل ايه وهو يعني وازاي فاروق الباز هيشتغل فيه اصلا؟ بقول لك ان فريق او مجموعة او برنامج ابولو ده هو الهدف منه ان كيفية وصول البشر لسطح القمر، ده كان شعارهم يعني. فطبعا دكتورنا فاروق الباز هيكون من ضمن الفرقة ديت اللي هيدرس الصخور والصور، لدرجة إن صديقي في خلال الصور اللي هيدرسها من كان عددهم 2000 صورة هيرتبهم في المعمل الخاص أو المكتبة الخاصة بوكالة ناسا. كان يعني القصة اللي هو بيرويها طبعا بيقول لك إن الصور مش كانت متنظمة وترتبها الترتيب اللبق، فهيرتبها هو وهينظمها تنظيم صارم. وطبعا هيدرس الصور دي لمدة 3 شهور ونص، هيحفظ صورة صورة، بص هتبقى كوبي هنا في دماغه. وطبعا ده هيساعده ويديله خبره جامده في خلال خبرته كجيولوجي في حوار القمر ده. خليني اقول لك يا صديقي الغالي ان هو هيكون المسؤول عن تحديد مواقع الهبوط للمركبات الفضائيه الخاصه بالرواد الفضاء. طيب ايه تاني يا خياط؟ هيكون مسؤول طبعا عن الصور وعن كيفيه ان الجيولوجيين وتدريبهم ازاي يتعاملوا على سطح القمر. طيب 3 خياط، 3 وده الاهم، ان هم ازاي يتعاملوا مع التكوينات الجيولوجيه والصخور الجيولوجيه ويستخدموها ويجلبوها ليه عشان يدرسها. فطبعا دي كانت محتاجه تدريبات، ازاي تجيب الصخور ده وازاي تجيب الصخر ده وازاي تحافظ عليه في شيء ما يعني. مرات يكون من التآكل، يعني انت فاهم اكيد، انت لو درس جيولوجيا هتفهم يعني ايه يحافظ عليه او ازاي يستخدم استخدام معين مع الصخور الجيولوجيه. انا اقول لك يا قلب الخياط ان دكتور فاروق الباز هيشارك في برنامج ابولو 11 اللي هيحدث طفرة. طب ليه؟ لأن ده هيكون أول برنامج أو أول مركبة بتهبط على سطح القمر اللي بتنزل البشر على سطح القمر. فدي طبعا هتكون قفزة علمية كبيرة، هتحدث ثورة، يعني هتحدث ثورة إعلامية كبيرة في العالم طبعا. تاني بالخياط إن هو طبعا هيشارك في برامج أبولو، يعني بعد النجاح الكبير في أبولو 11 هيشارك في بعد كده من 11 ل 15 ومن 15 لطبعا 17، وده هيكون اخر البرامج يعني. طب ليه ابولو 15 هو مميز؟ قال لك لان في ابولو 15 طبعا تم تجميع اكبر قدر من الصخور على سطح القمر، فهتكون ديت اكبر، يعني هتكون مهمه، يعني مهمه شويه علشان هيجمعوا فيها صخور كبيره. احكي لك شويه يا صديقي غالي عن ابولو 11.
في خلال ابولو 11 الرائد وهو طالع، يعني بص خليني اقول لك ان دي ترهبط اولا. ثانيا يا صديقي الغالي ان دكتور فاروق الباز وهو الرائد وهو طالع هيديله ورقه كده، الورقه دي هيكون فيها مكتوب فيها سوره الفاتحه. ياه، سوره الفاتحه تحصنا وتبركا بيها طبعا. هو طبعا في الاول في احد لقاءاته قال يعني ان هو عرض الفكره على الرائد الفضل اللي طالع، فقال له بص هات اي حاجه تحصلنا وتوصلنا بسلام. فطبعا هو هيكتب سورة الفاتحة طبعا يعني بالعربي والانجليزي طبعا عشان يعرف يقراها. ولما يوصل هناك هيقراها طبعا عشان ان شاء الله يوصلوا بسلامة ووصلوا يعني. فديت يعني كانت ملحوظة ولفتة جميلة جدا من دكتور فاروق الباز. يعني طبعا ان مهما كانت مهمتك ومهما كنت فين في اي مكان في العالم، تذكر طبعا ان ربنا معاك في كل المحن وربنا معاك في كل حاجة، سواء كانت ليك او لغيرك طبعا. اقول لك صديقي غالي ان هو بعد نجاح ابولو 11 ده رواد الفضاء عامه او في وكاله ناسا كلهم هيسموه ذا كينج، الملك. الملك جه، الملك راح، بص يعني هينال اعجاب الكل. بعد اصلا يعني ما فيش مجتهد في مجاله او في علمه او في المهنه اللي هو فيها الا لما يبدع فيها ويلاقي الخير ان شاء الله. عشان بعد ما قلت لك يا صديقي ان بعد برنامج ابولو 17 هينتهي البرنامج بتاع ابولو ده خالص، علشان نشوفها كده ان دكتور فاروق باز هيدور على عمل تاني بس في مجال تاني، وهو استكشاف او استكمالا لاستكشاف ودراسة الارض من صور من سطح القمر من الاقمار الصناعية. طبعا هيدرس سطح الارض ان هو يدرس مصر والمواقع الجغرافية والمياه الجوفية اللي فيها والصحاري والزحف العمراني، دي كلها هيدرسها من خلال صور من الأقمار الصناعية. بعد كده صديقي غالي هيلتحق بمركز جيولوجي في أمريكا، فهيدرس فيه وهيكمل فيه شوية، علشان بعد كده هنشوف ليه تقدم وفكرة أخرى إن هو طبعا هيدرس وهيستكشف في الاستكشاف أو الاستشعار عن بعد. هيكون لي فيه وصمة جبارة صديقي، جبارة إن هيكون يحدث تطور في المجال ده. خليني أقول لك صديقي الغالي موقف له مع الرئيس السادات رحمه الله. في يوم طبعا بعد النجاح الكبير والضخم لبرنامج ابولو، طبعا هيحدث طفره زي ما قلت لك، طفره في الاعلام عامه على انحاء العالم. انت في ايه؟ انت ازاي في برنامج وصل انه يوصل البشر لسطح القمر؟ فطبعا في الانحاء ديت الضجه ديت هتوصل للمصريين، هيعرفوا ان لهم ابن اسمه فاروق الباز من محافظه الشرقيه، طبعا من محافظه الشرقيه، موجود في فرقة أو في وكالة ناسا في الفرقة اللي صعدت أبولو لسطح القمر. فطبعا اللي هيعجب بيه هو بفكرته تماما أو بنجاحه ده الرئيس السادات، اللي طبعا هينبهر بنجاحه ده وهيكلم مكتبه إن هما يتواصلوا معاه علشان يحضر إلى مصر في اجتماع مع الرئيس السادات. خليني أقول لك يا صديقي الغالي إن الرئيس أنور السادات بعد حرب أكتوبر كان عاوز مصر تبقى في حتة تانية خالص، كان حلمه كبير جدا، عايز يخليها متقدمة علميا يعني تكنولوجيا بعقول المصريين اللي فيها يعني سواء الخارج أو الداخل. فطبعا أمر مكتبه زي ما قلت لك إن هم يتواصلوا معاه. وفي يوم الدكتور فاروق الباز هيجيله اتصال مفاجئ من مكتب الرئيس السادات. التليفون كالتالي إن هو احضر إلى مصر فورا في لقاء مع الرئيس السادات. طبعا المكالمة كانت غريبة وكانت رد فعله غريبة، ولكن بيوافق طبعا وبيجي مصر بعدها بكام يوم. طبعا بيجي مصر يا صديقي الغالي وبيقابل رئيس السادات في قصر يسمى قصر العروبة، أكيد سمعت عنه في أي مكان يعني. كان الوقت ده كان الرئيس بيجلس في هذا القصر. طبعا بيجلس في هذا القصر الدكتور فاروق باز بيروح له على طول هناك وبيقابله بابتسامة جميلة جدا. وطبعا الرئيس السادات اللي بيقابله بكل فرح وسرور وبيشكره على نجاحه ده، وهيقول له مقولة كده: انت عملت حاجة عظيمة يا فاروق، انت طبعا فخر لمصر وللمصريين كلهم يا فاروق. طبعا يا صديقي انت مستغرب صوت عالم كده ليه؟ يعني بحاول يعني تقلدا كده يا صديقي لايه للرئيس السادات رحمة الله عليه يعني. فطبعا هيفتخر بيه من طريقة كلامه بالافتخار بدكتور فاروق باز، وهيسأله سؤال: انت ليه سافرت يا فاروق وما جلستش في مصر هنا تكمل تعليمك ودراستك هنا؟ قال لك يا صديقي الغالي ان دكتور فاروق الباز هيقول له بكل صراحه، قال له والله يا عم الناس يعني مش كده، هيقول له والله يا سياده الرئيس
كانوا عايزين يشغلوني مدرس كيمياء، وانا اصلا دكتور واخد دكتوراه في الجيولوجيا، فده دي كانت. فطبعا الدكتور بيكون طبعا يعني منحرج منه، ولكن دي الحقيقة فعلا، دي الحقيقة. يعني كان عايزين يدخلوه مدرس كيمياء وهو أصلا معاه دكتوراه في الجيولوجيا الاقتصادية. فطبعا آه الدكتور أو الرئيس، فطبعا الرئيس السادات هيعرض عليه إن هو يكون معاه في مصر. يا صديقي الغالي، الرئيس السادات لما هيقول له على فكرة، الدكتور فاروق هيستغل اللحظة ديت وهيقول له على حاجة مهمة جدا، وهو حلمه اللي كان عايز يعملها. قال لك إن هو كان عايز يعمل ممر تنموي غرب النيل يربط مصر بالساحل جنوب مصر، يعني بالساحل الليبي. فطبعا هيبدأ في المشروع، ولكن سرعان ما اللحظة هتموت، واخد بالك. وبنشوف اغتيال الرئيس السادات في احتفاله بحرب أكتوبر، وما بيكملش المشروع الكامل، عشان يبقى كده الحكومات اللي بعده أو الرئيس اللي بعده الرئيس محمد مبارك. ولكن يعني زي ما بقول لك كده، المشروع ده هيتحط في الدرج وخلاص، يعني مش وقت مشاريع دلوقتي، فشوف غير. طبعا الدكتور فاروق الباز هيرجع على أمريكا تاني يكمل هناك، وزي ما بقول إن هو بيدرس في أحد الجامعات. بعد ما خرج أو بعد ما طلع دكتور فاروق الباز في أحد اللقاءات وفي كذا حوار عامة طلع فيهم على التلفزيون، قال إن المشروع ده الضخم ده والفكرة دي لو اتنفذت في مصر كانت ممكن تنقل مصر نقلة تانية، كانت ممكن تخلي مصر لها وجه تاني خالص، بس ربك لما يؤمر. بعد كده يا صديقي غالي بنشوف تعيين دكتور فاروق الباز في جامعة بوسطن، كتعيينه كمدير للأبحاث الفضاء والاستشعار عن بعد. ما يزال حتى الآن دكتور فيها وشغال فيها يعني، واستاذن فيها ده. أنا يا صديقي إن هو خلال الفترة دي هيقوم بأبحاث عن الصحراء الكبرى لاستكشاف الآبار الجوفية اللي فيها. ويقول لك إن هو هيعمل مع مؤسسات دولية زي المعهد الدولي للبحوث وهيئة التنمية في السعودية وفي مصر وفي السودان. أنا أقول لك يا صديقي الغالي، كمية الجوائز اللي حصل عليها طبعا كلها لا تقدر بثمن اتجاه ما قد حصلنا عليه من علمه الكبير طبعا. زي ما قلت لك الأول، جوائزه اللي حصل عليها طبعا هو كويكب اسمه الباز 7371، وطبعا تكريمات له من وكالة ناسا على مجهوده العظيم والجبار في وكالة ناسا لإنتاج ذلك البرنامج الكبير، وحصوله طبعا على تكريمات أخرى صديقي الغالي، زي امتيازات من الجامعات في مصر عامة أو في جامعات في أمريكا في بره. فدي كانت قصتنا النهاردة مع دكتورنا الغالي حفظه الله. فخليني أقول لك، بص يا صديقي الغالي، العلم ما هواش مجرد درجات وشهادات وتعليم وخلاص. العلم في صفاء ذهنك وفي صفاء نيتك. انت لو وراك هدف وبتسعى له اكيد هتوصل ليه مهما كان الامر هيكلفك كتير او قليل. وده طبعا كان الدافع عن دكتور فاروق، شاب من الزقازيق لوكالة ناسا، ويكون القائد بتاع فرقة الجيولوجيين الخبراء الجيولوجيين في وكالة ناسا. فأكيد الرحلة ما كانتش بالسهولة دي، وأكيد شاف كمية معاناة كبيرة. نسأل الله أن يحفظه لمصر وللعالم أجمع دكتور فاروق الباز. وأخيرا وليس بآخر، هنا تنتهي حلقتنا وتنتهي قصتنا مع دكتور فاروق الباز. كنت معكم أحمد ابن الخياط من قناتكم مدارك أونلاين. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. سلام.